السلام عليكم متتبعينا الكرام، مرحبا بكم. كاين معطيات صادمه ومستجدات خلات القضيه تاخذ منحى اخر تماما. قضيه الحادثه اللي دارتها ساميه الابنه ديال نجاة اعتابو اللي تورطات فيها ساميه، بطبيعه الحال ابنه الفنانه نجاة اعتابو، ما بقاتش غير مجرد حادثه سير عاديه، بل ولات قضيه راي عام فيها اتهامات متبادله وضحايا كيعانيو وشهود كيكشفوا خيوط مخفيه. اليوم اخواني اخواتي غادي نغوصوا في التفاصيل وغادي نحطوا النقاط على الحروف بلسان العارفين بخبايا الملف. كاين شاب دابا كيصارع في المستشفى داخل الحاله خطيره وخطيره جدا كيف ما كنقولوا كوما، وجسد منهار. هذا الشاب اللي كان راكب في الموطور ديالو رفقه شابه لقى راسو في لحظه في قلب مأساة. الموطور ديالو تصدم. السياره كانت كتقودها ساميه. الحادثه كانت عنيفه لدرجه ان الشابه اللي كانت راكبه معاه للاسف فارقت الحياه في البلاصه، الله يرحمها. من هاد اللحظه اخواني اخواتي تبدلت الحياه ديال العائلات، ودخلنا في دوامه ديال التحقيقات والاعتقالات. شنو وقع بالضبط؟ الشهود اللي كانوا حاضرين ديك اللحظه عطاو روايات كتقول باللي السرعه كانت عامل مشترك. ساميه دابا في اعتقال احتياطي في سجن العرجات، اللي هو الاجراء القانوني الطبيعي في حال هذه الحالات حتى تبان المعالم ديال البحث. ولكن الصدمة الكبيرة كانت في المواجهة اللي وقعت في المستشفى. الأخ ديال الشاب المصاب كيحكي بمرارة عائلة سامية وبحضور الوالدة ديالها الفنانة نجاة اعتاب. شنو وقع بالضبط؟ فعوض ما تكون المواساة كان نقاش حاد. الاخ ديال الضحيه كيأكد باللي حملوا المسؤوليه لخوه المصاب، واخا هو في وضعيه صحيه حرجه جدا لدرجه انه ولا فقد للذاكره وما بقاش كيقدر يوقف على رجليه بسبب الضربه اللي جاتو على مستوى الظهر وعلى مستوى العمود الفقري. اللي كيخلي هذه القضيه معقده هو التوتر بين العائلات. عائله الشابه المتوفاه الله يرحمها كطالب بالحق ديال بنتها وكتشعر بالقهر حيت عوض كلمه طيبه كتجبر راسها في مواجهه اتهامات. هذا الشيء بحسب الاخ هو اللي خلق هذه الهستيريا وهاد النقاشات الحاده داخل اروقه المستشفى. قانونيا البحث مازال جاري، والنيابه العامه هي اللي غادي تقرر في المصير ديال هذا الملف بناء على المعاينات والشهادات. بالموازاة مع التحقيق كاين درس قاسي اخواني اخواتي في هذه الحادثه. الاخ ديال المصاب كيشير لنقطه جوهريه هي الكاسك. الموتور كان فيه جوج. الشابه المتوفاه ما كانش داير الكاسك ديالها، والشاب كان داير الكاسك هو بوحدو. الاصطدام كان قوي جدا، ولكن الكاس هو اللي حمى الراس ديال الشاب وخلاه حي. هذه التفصيله التقنيه رغم البساطه ديالها هي اللي دارت الفرق بين الحياه والموت في ديك اللحظه ديال الاصطدام العنيف. اخواني اخواتي كيف ما كيقول الاخ ديال الضحيه، العداله غتاخذ المجرى ديالها والساميه غتخرج في شي نهار، ولكن الصحه ديال خوه اللي ضاعت مستحيل ترجع كيف ما كانت. هذه القضيه هي تذكير لنا كاملين بالخطر ديال السرعه، وبان لحظه تهور واحده ممكن تدمر حياه وحيوات وتنهي مستقبل اشخاص. اخواني هذا الملف وهذا التحقيق كيبقى مفتوح في انتظار الكلمه الفيصل ديال القضاء. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.